موعد مباراة الهلال وناف باخور فدور أبطال آسيا. يلتقى فريق الهلال السعودة ضيفه ناف باخور نامانجان الأوزبكا مساء غد الاثنين باستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للنسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2024. موعد مباراة الهلال ضد ناف باخور. تقام مباراة الهلال ضد ناف باخور فالتاسعة مساء غد الاثنين باستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للنسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2024. الهلال ضد ناف باخور، ويشارك الزعيم في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بصفته بطل الدوري السعودي في موسم 2021-2022، وحصل الموسم الماضي على المركز الثالث بعدما جمع 59 نقطة بفارق 13 نقطة عن الاتحاد المتوج باللقب دوري أبطال آسيا. ويحمل فريق الهلال الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب الآسيوي عبر التاريخ برصيد 4 بطولات أعوام 1992 2000 2019 2022. وأبرم الهلال صفقات نارية في الميركاتو الصيف الأخير، على رأسهم النجم البرازيلي نيمار ومواطنه مالكوم والصربي الكسندر متروفيتش والحارس المغربي ياسين بونو وكوليبالي وروبن نيفيز. ويخوض الهلال مواجهة الليلة وهو يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 1 وتسجيل 20 هدفا وتلقي 6 أهداف. حقق فريق الهلال السعودة انتصارا كاسحا على ضيفه الرياض ب6 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد الملز ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-24. مباريات دوري أبطال آسيا. وفي بقية مباريات الغد فدوري أبطال آسيا يلتقى اتحاد جدة مع أول مليك الأوزبكا الشارقة الإمارات مع السد القطرة، فيما يصطدم القوة الجوية العراقة بمواجهة ضيفه إسباهان أصفهان الإيراني. ويستهل الفيصلي الأردني مشواره أمام نظيره ناساف كارشي الأوزبكا، بينما يلتقى مومباي سيتي الهند مع نساجي مازندران الإيراني. ويشارك في دور المجموعات من هذه النسخة بدوري أبطال آسيا 40 فريقا تم توزيعهم على 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات لمنطقة الغرب ومثلها لمنطقة الشرق، حيث يتأهل بطل كل مجموعة إلى الدور 8 النهائي، بالإضافة إلى أفضل 3 أندية تحتل المركز الثاني في كل منطقة.